في قلب القاهرة الخديوية وتحديدا في ميدان الأوبرا بيقف تمثال شاهد على التاريخ، تمثال إبراهيم باشا بيشهد على المجد وأعظم فصول التاريخ المصري. التمثال اللي اتعمل سنة 1872 تخليدا لذكرى القائد العظيم إبراهيم باشا بن محمد علي باشا اللي قاد الجيوش المصرية في معارك كبرى وحقق انتصارات كتير جدا جدا في الشام والأناضول. التمثال مصنوع من البرونز على ايد الفنان الفرنسي كورديه، وبيصور ابراهيم باشا راكبا جواد، وده ان كان يدل على عظمه الدوله المصريه وعلى وضع الانتصار للقائد ورمز القوه وقتها وهيبتها. اما الميدان نفسه فكان موقع دار الاوبرا الخديويه اللي افتتحها الخديوي اسماعيل سنه 1869 مع احتفالات افتتاح قناه السويس، وكانت اول اوبرا في افريقيا والشرق الاوسط اللي احترقت سنه 1971. لكن الميدان فضل محتفظ باسمها وتاريخها ليبقى شاهدا على لقاء الفن بالعظمة الوطنية. ميدان الأوبرا، القاهرة الخديوية.